السلام عليكم، وياكم كادر مركز المهندس. اليوم نستعرض لكم جانب من اعمالنا فيما يخص برمجه صيانه سيارات جيب جراند شيروكي. نبديها من هاي الجيب تريل هوك موديل 2018 خليجيه. هاي السياره بها حاله رشفه اثناء التوقف، فايبريشن داخلي وخارجي. حاليا حاطين لكم عينه مال المي حتى تلاحظون مستوى الرشفه تبين بالفيديو. وايضا عندنا هاي الجيب الاوفرلاند 2022 بها مشط ستيرن تالف اذا تلاحظون التاكسدات اللي موجوده على الشفت. هذا طبعا المشط بيه صوت، كذلك الموتور مؤشر بالجهاز بخلل. راح نبدل مشط ستيرن مستعمل، وايضا نبرمجه حتى تفك القلوبات. نرجع على هاي التريل هوك. اذا تلاحظون الكولان تمبريتشر حراره المي 103، توصل 108 لا تشتغل المراوح. راح نخفضها ل 93 94 حتى تظل الحمامه مستقره التسعينات صيف او شتاء. كذلك نعالج موضوع الرشفه بالبرمجه فقط. تابعوا الفيديو للنهايه. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي الجيب جراند شيروكي تريل هوك اللي كان بيها موضوع حراره، ارتفاع حراره اثناء التوقف، كذلك كان بيها رشفه. حاليا فضل رب العالمين توفيقه الكولان تمبريتشر 90 درجه مئويه وبنزول. نجي نراقب حاله المحرك. اذا تلاحظون حاليا محرك صافي وما بيه اي اثار اهتزاز. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي الجيب الشكل الجديد الاوفرلاند اللي بلغناكم بدايه الفيديو بانه كان بيها مشكله بالمشط ستيرن. حاليا بفضل رب العالمين توفيقه رجع مشط الستيرن للعمل بدون اي مشكله، وكذلك هذا الاكتف بارك جايد لاين شغال. حاليا المسجات اذا تلاحظوها فقط مسج واحد عندنا يقول الاوتو امرجنسي بريكنج ان افيلابل، لان السياره يراد لها ميزانيه اماميه. اذا تلاحظون الكيلومتر ما يرمش، والمصباح مال باور ستيرن اللي يكون بعد تبديل مشط ستيرن مستعمل شغال حاليا طافي وبدون اي مشكله. تحياتي.